وليداتك ما كياكلوش الدنجال في الدار بهذه الطريقه غادي يحماقوا عليها. فطريقه سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. فغادي ناخذ الدنجال بعد ما غسلته مزيان ونشفته. غادي ناخذ واحد الفورشات وغادي نحاول نخربشو هكا بالفورشات ونحيد ليه الطريبيش الفوقاني والتحت ونقطعوه هكا على شكل مستطيلات. من بعد ما قطعته كامل غادي نديرو في واحد الاناء ولا واحد سوبيره ولا بانيو اللي عندنا، وغادي ناخذ واحد الكميه تقريبا واحد 2 معالق كبار وغادي نرشهم على الدنجال وغادي نخليه يرتاح واحد 5 ديال الدقائق. من بعد ما ارتاح ليا 5 ديال الدقائق غادي ناخذ واحد البلاستيك غذائي بحال هكا وغادي ندير فيه هذاك الدنجال ديالنا. من بعد غادي نضيف ليه معلقه كبيره 2 معالق كبار ديال النشا مع 4 المعالق ديال الدقيق الابيض. غادي نسد البلاستيكه ديالنا وغادي نبدا كنخلط فيه او لا كنرج في هذيك البلاستيكه حتى يتلبس ليا الدنجال كامل بهذاك الخليط ديال الدقيق والنشا. نبقى ندير هذه العمليه حتى يبان لينا الدنجال كله تلبس. ها نتوما كيف كتشوفوا تلبس ليا مزيان بالدقيق والنشا. غادي نحطو على جنب وغادي ناخذ واحد لو بول وغادي ندير فيه البيض 3 ديال البيضات. من بعد غادي نضيف ليهم الملحه وما نقويوش لان راه الدنجال مالح. واحد المعلقه كبيره ديال الفلفل الاحمر ولا التحميره وواحد نص معلقه صغيره ديال البزار. غادي نخلط هاد المكونات مزيان تيتخلط ليا البيض مع التحميره والملحه والبزار وغادي نفرغ فيه هذاك الدنجال ديالنا اللي ملبس بالنشا والدقيق وغادي نخلطو مزيان حتى يتلبس ليا مره اخرى الدنجال كله بهذيك التخليطه ديال البيض والعطريه. هنا نتوما شوفوا كي كتولي. في هذه الاثناء راني دايره الزيت ديالي مقله كتسخن مباشره. غادي نبدا نهز هذاك الدنجال ديالنا اللي درتو في البيض وغادي نديرو تيتقلى العافيه متوسطه. الزيت تكون سخونه من قبل صافي وفاشي تقلى لينا من الجهه التحتانيه نقلبوا الجهه الاخرى وهكذا حتى نكمل الكميه ديال الدنجال اللي عندي كامله. من بعد ما يطيب نحيدو ونديرو في واحد الطبسيل اللي فيه بابي سولفيريزي باش يشرب لينا الفائض ديال الزيت. مع ان هذه الطريقه البنات راه ما تيشربش الزيت نهائيا. وهذا هو الطريقه ديالنا ديال الدنجال. قدموه مع اي صوص بغيتو كيجي لذيذ بزاف ورائع بزاف ما تشبعوش منه. كيجي بحال البيني وغير هو يعني معطر بالعطريه ومنسم. يا سلام. فنتمنى فيديو اليوم يروقكم وينال الرضا ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله.